بيان نادي بيراميدز النهارده، وده اخر حاجه بالنسبه لي، بيان انا يعني عايز افهم انت حضرتك عملت ايه. يعني انت بتنزل النهارده بيان انا هسحب استثماراتي من مصر. طب انت فين الاستثمارات اللي عملتها في مصر؟ انت ما عملتش شيء غير ان انت فرغت الفرق وحرضت لعيبه على انديتها ان هي تسيب انديتها واغرتها بالفلوس. انت اهدرت المال العام في مصر، انت ما اضفتش لمصر حاجه قويه علشان النهارده نتمسك بيك او نقول ان انت كنت بتعمل استثمارات رهيبه. فانت ما عملتش شيء. انت ما عملتش شيء غير ان انت خدت لعيبه من انديتها وعملت مشاكل مع كل لاعب في انديته. كلنا شفنا شريف اكرامي واحمد فتحي وعبد الله السعيد وغيره 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 من اللعيبه، وعلي جبر وعمر جابر من الزمالك ومصطفى فتحي مؤخرا. فانت النهارده بتجيب لعيبه بارقام فلكيه وانت ما خدتش اي بطوله، ما عملتش اي شيء. يعني النهارده لو انت مثلا خدت بطوله الدوري، خدت بطوله كاس مصر، بتنافس في افريقيا، انت ما عملتش اي شيء من الكلام ده كله. فيعني بيان غير موفق تماما من مالك نادي بيراميدز، مالك اسمه سالم الشمسي. وان شاء الله باذن الله هم ده كله بس علشان الحكم اللي هيحكم مباراه نهائي كاس مصر. يقال لحد دلوقتي مش اكيد بالنسبه لي ان هو حماده القلاوي. حماده القلاوي حكم محترم جدا جدا، وانا متفائل بيه جدا. الراجل لا عنده الوان ولا عنده احمر ولا عنده ابيض ولا عنده اي شيء، الراجل بيحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وليا الشرف ان الراجل ده يكون من بلدي سوهاج، وليا الشرف ان انا اكون من خط الصعيد. والراجل ده فعلا يا جماعه والله حكم جاي كتير جدا جدا.